لو انت مش مستعد للحقيقة انصحك تقلب الصفحة دي فورا. رجع الرواية مكانها واختار كتاب تاني، لان اللي جوه اسوأ من الموت. مجموعة من العلماء عبروا للفضاء علشان يدوروا على الحقيقة المستخبية ورا الجسم الغامض. الجسم ده كان ظاهر في سما بلادهم، ووراه غموض كبير ومفاجآت ونهاية محدش هيصدقها. استعدوا كلكم، لأن من هنا هتبدأ حكايتنا الخيالية وهتنتقل لعالم تاني وزمن تاني. بس لفين؟ وإيه الأحداث اللي مستنيانا؟ وإيه طريق الرجوع؟ ده اللي هنعرفه جوه الكتاب. أنا هاشم، عمري قرب التلاتينات، وأبويا وأمي ماتوا في حادثة من وأنا عيل صغير، وما بقاش عندي في حياتي غير أختي الكبيرة نرجس ومراتي بلقيس اللي هتبقى أم بنتي قريب. الليلة دي كانت من أهدى الليالي، النجوم منورة وقريبة من الصحراء، كأنها شاهدة على اللي هيحصل بكرة الساعة 2 الظهر ودقيقة. في الليلة دي وقفت عربية سودا قدام باب البيت، ونزل منها هاشم شايل شوية أكياس جايبهم من السوبر ماركت، ماشي شوية خطوات لحد باب بيته عشان يفتحوا كالعادة. هاشم رجع البيت وقال: يا حبيبتي جبتلك اللي طلبتيه، لكن مفيش رد. البيت فاضي على غير العادة، وهاشم اتسأل في نفسه هي فين بلقيس؟ ما استناش كتير، لقى تليفونه بيرن، وكانت هي اللي بتتصل. قالت له: اتصلت بيك عشان اقولك حاجة مهمة، انا وبنتك وحشناك، لسه مصر انك تكلمها؟ قال لها: ايوه، معظم الدراسات بتقول كده، بتقول انك مجنونة مش كده؟ ردت وقالت: لا، بتقول ان الام بتحس بالجنين وهو في بطنها. تحب تعرف بتقولك ايه كمان؟ قال لها: بتقول ايه؟ بتقول انك احسن اب ممكن اي بنت تتمناه. الكلام ده لمس قلب هاشم جدا، خصوصا بعد ما فقد ابوه وامه في حادثة، واخته الكبيرة هي اللي ربته وادته كل الحنية اللي تقدر عليها. كان طول عمره بيتمنى يبقى عنده اولاد يملوا الفراغ ده في قلبه. قال لها: طب انتي فين دلوقتي؟ ردت وقالت له: في الممشى، الدكتورة قالت لي اتمشى لاخر لحظة، وفي حاجات كمان قالتها لي تخلي الموضوع اسهل. قال لها: ايه هي؟ قالت له: تسمعني كلام حلو مثلا. في الحقيقة انا كنت عايش بنمط حياة صعب، كلها جد وقسوة، والكلام الحلو ده ما كانش بيطلع مني بسهولة، بس بلقيس كانت دايما بتفكرني اقوله. غيرت الموضوع بلقيس وقالت له: طب ورئيسك في الشغل وافق على اجازتك؟ قال لها: ايوه، 7 ايام من غير ما اواجه الموت في كل لحظة، ده حلم. بعد ما خلصوا كلام بلقيس فضلت ماشية لحد ما تعبت، بصت في الموبايل عشان تعرف الساعة، لقيته فصل شحن. قررت ترجع البيت بسرعة قبل ما هاشم يقلق. وهي راجعة كانت لازم تعدي الشارع العمومي، لكن وهي بتعدي ما خدتش بالها من العربية كانت جاية بسرعة عليها. غمضت عينيها واستعدت للنهاية، لكن في آخر لحظة قبل ما العربية تخبطها أنا مسكت إيديها وشدتها ورايا. لقيت بطنها بتوجعها وفي بلل من تحت. بصيت على رجلها لقيتها مبلولة دم. بلقيس كانت في الشهر السادس من حملها، كان لازم أوديها المستشفى فورا. بعد ما دخلوا العمليات، الممرضة خرجت وقالت لهاشم: ممكن نضطر نخلص من الجنين علشان نحافظ على حياة الأم. أول ما سمع الكلام ده حس برعب في حياته ما حسهوش قبل كده. قال لها: جاية تطلبي إذن تقتلي بنتي يا دكتورة؟ قالت له: يا ريت ما نوصلش لكده، بس لو اضطرينا هنعملها قبل ما نخسر الاتنين، الوقت بيجري يا فندم. لحظة صعبة جدا عليه، بعد 6 شهور من وعود الأمان اللي كان بيقولها للجنين كل يوم، يلاقي نفسه مضطر يدي إذن للتخلص منها. بس الحمد لله بنته كانت بخير، بس هتحتاج تتحجز في حضانة
مرتاحش غير لما دخل على بلقيس واطمن عليها. دخل لقاها نايمة من كتر التعب، قعد جنبها يتأملها بشغف لأول مرة. الراجل مش أي ست يقدر يعوضها، في ستات تتنسى بسهولة، وفي ستات ما تتنساش غير بواحدة تانية، وفي ست لما تمشي ما تسيبش للحياة مجال، تاخد معاها الروح والقلب. بعد شوية فتحت عينيها، حست بوجوده، وأول حاجة سألت عنها: بنتين عاملة ايه؟ أنا خايفة عليها. رد وقال لها: عرفت منين؟ قالت لي: أنا خايفة عليها، أنا كلمتها، قلت لها كلمتي طفلة ما كملتش يوم، انت شايفاني مجنون؟ قالت لي: الدراسات بتقول كده، بتقول انك مجنون مش كده؟ رديت وقلت لها: لا، بتقول ان الاب ممكن يفهم بنته. تحبي تعرفي هي بتقول عليكي ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول انك احسن ام في الدنيا. الصبح الدكتورة خلصت فحوصات بلقيس وقالت انها ممكن تخرج وقت ما تحب. قبل ما نخرج طلبنا نشوف بنتنا، واتقال لنا ممنوع الدخول، لكن في الاخر ادونا 5 دقايق بس. بعد الدقايق دي هشام نزل على السلم ومعاه بلقيس، وفجأة سمع صوت رصاص مرعب. حس ان الطلقة عدت جنبه، لكن لما بص لقى بلقيس وقع على الارض وبتنزل دم بغزارة. بعد موت بلقيس ب9 سنين، الجو كان بارد والليل جاي من الصحراء، ريحة الرمل حوالينا وحكايات عن الأجداد. وفي واحد من البيوت شمال الصحراء، هشام صحي من النوم على صوت رنة التليفون، بس الرنة مش من موبايله، من التليفون المخصص لشغله. قال: ايه يا راما؟ ما اقدرش اقولك هنا، الجو ممكن يبقى مطر يا فندم. تمام، هجيب الشمسية واجيلك في الجنينة بعد شوية. الكلام كان كله مشفر بينهم، يعني المعلومات خطيرة جدا، ورغم ان الحالة مستعجلة كان في حاجة لازم يعملها. دخل أوضة بنته أمل، لقاها نايمة زي ما متوقع، بس فضل يتكلم معاها ويودعها قبل ما يمشي، لأنه مش عارف ايه اللي مستنيه. وصلت المكان شغلي أخيرا، الهيئة السعودية للفضاء، منطقة أمان عالي جدا، ممنوع أي حد يدخل إلا بتصريح. وأنا واقف أستنى عبور المنطقة الأمنية عشان يتحققوا من تصريحي، لقيت وشوش عمري ما شفتها قبل كده. عرفت إن اللي حصل لي الليلة دي مش طبيعي. وصلت راما، سألتها على طول: ايه اللي ورا كل التأهب ده يا راما؟ ردت وقالت له: رافضين يقولوا أي حاجة قبل ما توصل. قال لها: تقييمك المبدئي ايه؟ حالة غير مسبوقة، اعتقد هنواجه حاجة مختلفة عن اي حاجة واجهناها قبل كده. هيكون البروفيسور عادل في استقبالنا، وهو هيطلعك على كل حاجة بنفسه. عند مدخل المقر كان البروفيسور عادل مستنينا، واحد من اهم اعضاء البحث في الهيئة. اداله تقرير بسيط عن اللي حصل، ورغم المعلومات القليلة لكن نجحت تصدم هاشم. لحد ما وصلنا لباب حديدي ضخم محدش يقدر يفتحه غير ببصمة صاحبه. اهلا بيك في غرفة الرصد والتحكم الفضائي. اول ما دخلنا الانبهار بان على وش هاشم وروما. القاعة ضخمة مليانة رجالة وستات شغالين في صمت، وشاشات عرض كبيرة في كل حتة، حاجة شبه الخيال. يا نهار ابيض، ايه ده يا عادل؟ ده الشيء اللي صحيناك عشان تشوفه. اجتمعنا في قاعة الاجتماعات، والبروفيسور بدأ يتكلم. اللي شايفينه ده يا سادة ظاهرة كونية غريبة جدا، ظهرت فجأة في الفضاء الخارجي. عارفين ان الكل بيسأل دلوقتي ليه احنا اللي بنتحمل الموضوع لوحدنا؟ السبب ان الظاهرة دي قربت من السماء بتاع بلادنا، وده بيحط المسؤولية علينا. احنا دورنا في كل الظواهر اللي اتسجلت قبل كده، مفيش حاجة زيها. ممكن الخطر يبقى رهيب. عندنا حل واحد، نبعت حد يطلع الفضاء. الهدوء عم القاعة، والبروفيسور بص للمسؤولين بنظرات كلها معنى. وبعد كده هاشم قال: ما تقلقوش، انا اللي هطلع. الكل اتصدم من قرار هاشم،
المسؤولين اتشاوروا بسرعة لكن اضطروا يرجعوا لوكالة الفضاء. العائق الوحيد ان العقيد هاشم اغلى واحد عندهم، مقاتل شبح ما رجعش مهزوم من اي مهمة، لكن ما اتدربش للفضاء ولازم خبراء يساعدوه. قال لهم عندنا وقت قد ايه؟ قالوا له 27 يوم، وبعدها لما الناس ترفع راسها للسما هتشوف الظاهرة بعينيها، وساعتها محدش هيعرف ايه اللي هيحصل. البروفيسور قال المهمة مش محتاجة رائد فضاء، المهمة محتاجة واحد بمهارات خاصة، والمهارات دي فيك يا هاشم. هيخضع لفحوصات يا ناجح يا فاشل. خد 3 ايام فحوصات بدنية ونفسية، ورغم انه في الثلاثينات نجح نجاح ساحق. الخطوة الجاية يودع عيلته وياخد راحة قبل إشارة التحريك، لكن البروفيسور قال له خلي ده وداعك الأخير، محدش عارف هترجع ولا لأ. رجعت البيت لقيت أختي الكبيرة وبنتي أمل قاعدين قدام التلفزيون. قلت لأمل ادخلي أوضتك واقفلي الباب، عايزة أتكلم مع عمتك في حاجة مهمة. قطعتني وادتني ورقة أقراها، ما كنتش فاضي، صرخت فيها ودخلت أوضتها. أختي قالت لي مش هتاخد دقيقة يعني لو خدت منها الورقة. كده كسرت قلبها. النهاردة عيد ميلادها، كانت مستنياك من بدري، مستنية منك هدية أو كلمة حلوة. معرفتش أرد، يمكن ضغط شغلي هو اللي خلاني أفقد أعصابي. أختي فضلت تحلل سلوكي بخبرتها كطبيبة نفسية. انت بتتحكم في نفسك في أصعب المواقف، لكن بتفقد قوتك قدام بنتك. عندها حق. قررت أقول لها السر اللي مخنوق بيه من زمن. قلت لها أنا السبب يا نرجس، أنا اللي قتلت مراتي بلقيس. كده الجزء الأول خلص. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ويا ترى هل هاشم هو فعلا اللي قتل بلقيس؟ كل ده هنعرفه في الجزء التاني. استنوني في الجزء التاني.